السلام عليكم. النهاردة هنعمل السمك المكاريل، هنعمله سنجاري في صينية بطريقة بقى سهلة، مفيش أسهل منها، وطريقة سريعة، وطعمها بقى ما اقولكوش على حلاوته. كان لازم أعمل أكلة السمك الحلوة دي قبل ما ندخل على لحمة العيد. لو عايزين بقى تعملوا أكلة سمك حلوة كده ومفيش عندكم وقت، اعملوا الصينية دي. هقولكوا كمان على السر اللي بيخلينا شامين ريحة حلوة قوي للسمك ده في محلات السمك والمطاعم، وشمين الريحة من على آخر الشارع. أنا معايا هنا 5 سمكات مكاريل، أو زي ما بنسميه روسي. في الأول بقى السمك المكاريل نعرفه ازاي واحنا بنشتريه. لازم يكون الظهر بتاعه كده في الخطوط السودة دي، خطوط سودة وواضحة كده، لأن في سمك تاني بيبقى شبهه بس الخطوط السودة دي مش بتبقى خط اسود غامق كده وواضح، ده مش بيبقى مكاريل. ده السمك المكاريل الأصلي. جبته كده وفتحته ونضفته، فتحته كده جزئين، غسلته كويس جدا. هنقعه بقى، احط عليه شوية ملح، شوية خل كده حلوين، ومية، واسيبه بقى شوية في مية النقع دي عشان ينزل الزفارة بتاعته. كمان الخطوة دي بتفرق جدا في ريحته وفي طعمه. واعصر عليه نص ليمونة. بعد شوية كده هلاقي المية لونها اتغير، شايفين المية بتاعت النقع بتاعته. تخلص بقى من مية النقع بتاعته دي، واجيب بقى بصلتين متوسطين مقطعهم شرايح، و3 أو 4 فلفلات مفرومين، ونص راس توم مفرومة. معايا كمان 3 طماطمات كده، طماطماية مقطعاها شرايح، وطماطمتين مقطعاهم قطع صغيرة. اجيب بقى شوية كده من كمية البصل اللي معايا ده، واجيب الطماطماية اللي مقطعاها شرايح، احط شوية كمان من الفلفل والثوم المفروم، احط عليهم نص معلقة ملح، ورشة كمون، ورشة كزبرة ناشفة، ورشة بهارات سمك، شوية خل. اقلبهم بقى كده مع بعض وافردهم في الصينية. اجيب بقى السمك اللي معايا كده بعد ما صفيته من مية النقع بتاعته، حطه بقى كده في صينية مفتوح. لو عايزين نقطع السمكية نصين مفيش اي مشكلة. كمان الطريقة دي تنفع في انواع سمك كتير، مش بس الطريقة دي، نقدر نعمله في السمك البوري، السمك البلطي، واي نوع سمك تاني. احط بقى كمية الطماطم اللي باقية معايا على البصل والثوم والفلفل، واحط عليهم البهارات، معلقة بهارات سمك، معلقتين ملح، معلقة كمون، معلقة كزبرة ناشفة، حط كمان عليهم شوية فلفل كده مقطعاهم شرايح رفيعة، ده فلفل ألوان طبعا ده اختياري، واعصر عليهم كمان ليمونة، وشوية خل كمان حلوين كده، حوالي 3 معالق خل. اقلب بقى الخلطة الجميلة دي مع بعضها. عندنا الكمون والكزبرة والليمون والخل اساسيين في اي اكلة سمك، وفي اي طريقة بنعمل بيها السمك. شايفين الخلطة لوحدها شكلها يفتح النفس. احط بقى الخلطة دي على السمك كده، الخلطة دي والتتبيلة
والبهارات اللي عليها السمك بيشربها. احط بقى الصينية دي في الفرن، اكون مسخناه قبلها على درجة حرارة متوسطة 240. هلاقي السمك نزل المية بتاعته، وبعد شوية المية بتاعته نشفت. لو في معايا وقت اسيبه شوية في التتبيلة دي، ربع ساعة او نص ساعة، عشان يشرب التتبيلة الجميلة دي والبهارات، وبعد كده احطه في الفرن. كده السمك بقى جاهز معايا. خد معايا في الفرن ساعة الا ربع. مجرد ما السمك نلاقيه استوى نطلعه على طول من الفرن، ما تسيبوش اكتر من كده عشان مش ينشف معانا، ويفضل محتفظ بطراوته كده، يكون مستوي وفي نفس الوقت محتفظ بطراوته وبالعصارة اللي فيه. في اللحظة دي بقى هتشموا احلى ريحة صينية سمك في الدنيا. ريحتها خطيرة، التتبيلة بتاعتها دي وريحة السمك بيشرب التتبيلة بيبقى طعمه خطير، والتتبيلة بتاعته ريحتها حلوة جدا. اللحظة دي بقى الواحد مش بيبقى عايز غير رغيفين عيش وسلطة الطحينة. بهارات السمك بتدي طعم وريحة حلوين قوي قوي للصينية دي، وده سر من اسرار المطاعم ومحلات السمك اللي بيخلينا شامين ريحة السمك ده من على اخر الشارع. اكلة في منتهى السهولة وطعمها مفيش احلى منه، واكلة سريعة فعلا، اكلة الانقاذ لو عايزين نعمل اكل مفيش وقت. شايفين بقى السمك مستوي ازاي من جوه، لحمه ابيض وطري. انا كارلا، ودي قناتي كارلا في المطبخ. لو اول مرة تشوفوني، لو عجبتكم القناة دوسوا اشتراك ولايك. ما تنسوش وانتوا بتعملوا السمك صلوا على النبي عشان ربنا يحسن ما بين ايديكم. بألف هنا.